حلق دقنه مخصوص علشانها وصغر 10 سنين مرة واحدة. عمل لها حفلة كبيرة على الجبل في الضلمة، جاب لها بدل التورتاية 2 وعمل معاها اللي محدش يتوقعه خالص، شموع وورد والحبايب كلهم موجودين، والحفلة مليانة رقص وغنى ومزيكا. مشاهد مميزة من حفلة عيد ميلاد الفنانة هنادي مهنا. ايه كواليس الحفلة دي؟ مين اللي حضر عيد الميلاد؟ يا ترى ايه حكاية المفاجأة اللي عملها جوزها أحمد خالد صالح ليها؟ كل دي تفاصيل هتعرفوها معايا في الفيديو ده. يلا بينا نبدأ. الحب شكله عامل عمايله بين أحمد خالد صالح ومراته الفنانة هنادي مهنا، وما صدق عيد ميلادها جه وعمل لها مفاجأة محدش يتوقعها. علشان كل واحد بيقول إن في بينهم مشاكل كتير وعلاقتهم مش أحسن حاجة يسكت ويخليه في حاله. من يومين أحمد خالد صالح خلى مراته خارجة مع أهلها واتفق مع صاحبتها وراحوا لها، وهو في إيديه بوكيه ورد كبير وتورتاية صغيرة. وأول ما شافتهم هنادي ما قدرتش تمسك نفسها وفضلت تصرخ من فرحتها بالمفاجأة. وقتها خدوا كام صورة مع بعض والكل افتكر ان خلاص كده تمت الحفلة وعدت الليلة في الاحتفال البسيط ده. بس لا، دي هنادي مهنا دلوعت ابوها وجوزها واللي محبوبة من الكل. لحد من ساعات قليلة جدا عملوا لها عيد ميلاد خيالي بحق وحقيقي، بس المرة دي كل حاجة بعلمها والتجهيزات تحت اشرافها. حجزوا كافيه اوبن اير على الجبل، وطبعا مفيش اي زبون متاح ليه يدخل في الوقت ده علشان هيبقى مليان فنانين وياخدوا راحتهم بقى في الاحتفال. زينوا المكان بالاضاءة الخفيفة الحمراء والصفراء وورد بقى كتير، وفي وسط الكافيه ترابيزة كبيرة عليها تورتاية دور واحد، عليها فيونكة كبيرة لونها بيبي بلو وعليها ورد وردي، وجنبها بالظبط تورتاية تانية 3 أدوار بنفس اللون وعليها ورد أبيض كتير، وجنبها بقى الشموع. لبست هنادي مهنا فستان أسود بحمالة وبيلمع قصير فوق الركبة، ومن فوق كب، وشعرها كان مفرود وعاملة مكياج رقيق زي ملامحها. والصراحة كانت تقول للقمر قوم ونقعد مطرحك من كتر حلاوتها وشياكتها. أما بقى جوزها الفنان أحمد خالد صالح فكان عامل ماتشنج معاها ولبس قميص أسود وفتح كام زرار منه على بنطلون جينز، وأبوها كان لابس قميص كشمير وحلق دقنه كان باين إنه صغير جدا كأنه رجع 10 سنين ورا. الحفلة كانت عائلية، يعني ما حضرش غير أهل هنادي مهنا وصحابها وصحاب أحمد، ومن الفنانين ما كانش فيه غير الفنان محمد جمعة، شكل علاقته بيهم كويسة قوي. كلهم اتجمعوا حوالين الترابيزة علشان يقطعوا التورتة ومن غير إضاءة في الكافيه علشان تبقى الحفلة في الضلمة. والمفاجأة إن الفنان محمد جمعة أصر يكون واقف في النص بينها وبين جوزها أحمد، وفعلا وقف وسطيهم وكان بيرقص ويغني، وأحمد ولع الشمع بنفسه لمراته اللي كانت مندمجة في الرقص مع الفنان محمد جمعة، وبعدها طفوا الشموع وسلموا عليها. طبيعي بقى من الفرهدة والتحضيرات دي كلها كانوا جاعوا، فقعدوا ياكلوا مع بعض في جو عائلي جميل، وبعدها شغلوا اغاني المطرب احمد سعد وادوها رقص وغنى وتنطيط للصبح. وما اقولكوش بقى على الحب اللي كان باين في عيون هنادي وجوزها احمد، الله اكبر عليهم، عينيهم ناقص تتكلم من كتر حبهم لبعض. وتقريبا بسبب كده خافوا ينزلوا اي صور او فيديوهات من حفل عيد الميلاد على السوشيال ميديا. ربنا يسعدهم ويبعد عنهم العين.